آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال الشارح: أي إذا سألك سائل فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها، على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها. قال المؤلف: فقل معرفة العبد ربه، أي بما تعرف به إليه في كتابه وعلى لسان رسوله، بما تعرف به إلينا، الصواب عله إلينا، عرف به نفسه إلينا. قال في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من وحدانيته، أي أنه الواحد الأحد، وأسمائه وصفاته، وحدانيته في جميع بأنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال: وأسمائه وصفاته، أي ما تعرف به إلينا في كتابه بأسمائه وصفاته. قال: وهذا أصل الأصول، فيجب علينا معرفته لنعبده على بصيرة ويقين، أي يجب علينا معرفة الله، معرفته أي معرفة الله، لنعبده أي لنعبد الله على بصيرة ويقين. قال: فقل معرفة العبد ربه ودينه. قال: أي الذي تعبدنا به، دينه هو الذي تعبدنا به، أي جعلنا نعبده سبحانه وتعالى بهذا الدين. قال: وهو فعل ما أوجب علينا أن نفعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه. قال: وهذا أصل عظيم، فيجب علينا معرفته، أي معرفة دين الإسلام بالأدلة، لأننا لن نستطيع أن نعبد الله عز وجل إلا بمعرفة دين الإسلام، لأن الله عز وجل أمرنا وبالتعبد إليه بدين الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: فإنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به، وهو دين الإسلام، معرفة والعمل بدين الإسلام، إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يمكن أن نعرف دين الإسلام ولا أن نعبد الله عز وجل بدين الإسلام إلا بمعرفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو إن كان بشرا، أي النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به، من أهمية معرفة مرسله، ومن الذي أرسله؟ هو الله. فالأهمية العظمى هو أن نعرف الله عز وجل. إذا كان الأهمية العظمى أن نعرف الله عز وجل، فإنه أيضا من الأهمية أن نعرف رسوله، لأن الله عز وجل هو الذي أرسله. قال: من أهمية معرفة مرسله وهو الله وما أرسل به. ماذا أرسل؟ بماذا؟ بدين الإسلام، أرسل بدين الإسلام. إذن عرفنا أن أصل الأصول وأعظم شيء أن نعرف الله عز وجل، وكذلك أن نعرف دين الإسلام. فهذان لهما أهمية. فنعرف محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، لأننا لابد أن نعرف دين الإسلام، ولا طريق لنا إلى معرفة دين الإسلام وإلى عبادة الله عز وجل عبادة صحيحة إلا بمعرفة ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة، أي أولا معرفة العبد ربه ودينه ونبيه مجملة. الأصل الأول معرفة الله، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرها هنا مجملة، أي جمعها بدون أن يفصل كيف تعرف الله وما الدليل. قال: ثم ذكرها بعد ذلك مفصلة، أصلا، أي الأصل الأول معرفة الله، كيف تعرف الله وكيف نعبد الله. ثم الأصل الثاني دين الإسلام، ما هو دين الإسلام وإلى كم وكم أركان دين الإسلام. ثم الأصل الثالث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متى مات وبأي شيء بعث
ومتى بعث. قال تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها، كيف ينشط القارئ؟ قال فإنه إذا عرفها مجملة، أي هذه الأصول الثلاثة مجملة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه مجملة. قال وعرف ألفاظها وضبطها بقي أي ذلك القارئ متشوقا، أي يريد أن يعرف إلى معرفة معانيها، أي يتطلع إلى معرفة معاني هذه الأصول. قال وهي المقصودة بهذه النبذة، بهذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة هي المقصودة، هي الأصول الثلاثة. قال وما تقدمها من المسائل التي قال يجب على كل مسلم يجب علينا تعلم 4 مسائل، ثم قال يجب على كل مسلم تعلم 3 مسائل، اعلم وصدق الله تعالى أن حنيفية ملة إبراهيم. كل هذا ما تقدم. قال وما تقدمها من المسائل فلعل بعض تلاميذه قرنها بها، أن هذا الذي تقدم في بداية هذه الرسالة الأصول الثلاثة يذكر الشارح رحمه الله أنها ليس من عمل المؤلف، وإنما لعله بعض التلاميذ جعلها كالمقدمة لهذه الأصول الثلاثة، لأن المؤلف يعني جعلها رسالة في الأصول الثلاثة، والأصول الثلاثة تبدأ من هنا، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة من هنا تبدأ هذه الرسالة. وما قبلها قال لعل بعض تلاميذه قرنها بها، جمعها بها، جعلها كالمقدمة لها. قال فإذا قيل لك من ربك، قال المؤلف فإذا قيل لك من ربك، قال الشارح قال هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت، أي ابتداء في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة ذكرها هنا مفصلة، فكأنه قال الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها إذا قال لك قائل من ربك، هذا هو الأصل الأول. قال أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه، من خالقك ورازقك توحيد الربوبية، ومعبودك أي الذي تعبده وتصرف له أنواع العبادة وتوحيد الألوهية. قال فقل ربي الله الذي رباني، أي فقل ربي هو الله خالقي ومالكي ومعبودي، أي الذي أعبده وأصرف له العبادة، الذي أوجدني من العدم، نعم، ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. قال وربى جميع العالمين بنعمه، قال أي أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في موضعين من القرآن، في سورة النحل وفي سورة إبراهيم. قال فلله نعمة الإيجاد، أن الله أوجد العبد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. فالله عز وجل أنعم على العبد بنعمة الإيجاد، بأنه أوجده على هذه البسيطة وفي هذه الحياة الدنيا. قال ونعمة التغذية، أي نعمة الرزق، أن قذاه ورزقه، أولا قذاه وهو في بطن أمه، ثم قذاه بعد أن أخرجه من بطن أمه وهو صغير، ثم بعد أن كبر أيضا قذاه. قال وسائر نعمه الظاهرة والباطنة، نعم الله لا تعد ولا تحصى. ويعني من النعم ومن عظيم النعم ما في الإنسان أن يتذكر ما فيه من النعم دون أن ينظر إلى النعم التي منفصلة منه، ينظر إلى النعم التي في جسده. قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نعمة العينين، نعمة الأذنين، نعمة اللسان، نعمة يعني البصر، نعمة السمع، ونعمة اليدين، نعمة القدمين، وغير ذلك من النعم. لكن الإنسان العبد لا يعني يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها، لا يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها. يعني الواحد منا لا يشعر بالنعم التي في جسده، لربما إذا حصلت له مصيبة يتأفف ويتضجر ويقول أنا دائم مغموم، وما في نعم علي،
وذاك الرجل أنعم الله. لو نظر الإنسان فقط إلى نفسه ما النعم التي هو فيها لعرف أنه على نعم كثيرة، لا يمكن له أن يشكر الله عز وجل على جميع هذه النعم، على جميع هذه النعم، وأن يؤدي حق شكرها، وأن يؤدي حق شكرها. ومن يعني القصص التي تدل على أن العبد لا يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها، لا يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها. هذه قصة طيبة، أن رجل مسن كبير في السن، عمره في يعني 70 سنة، عمره 70 سنة، يعني تجو بلو تاون عمره، يعني مرض وصارت له يعني صار لا يستطيع التنفس، لا يستطيع أن يتنفس، فذهب به إلى المستشفى فجعل له الأكسجين على يعني أنفه وفمه لكي يتنفس تنفس يعني طيب، ولا إذا لم يوضع الأكسجين ربما يموت، لأن عنده ضيق في النفس، حصل له ضيق في النفس. فمكث هذا الأكسجين 24 ساعة وهو يتنفس بالأكسجين، ثم بعد ذلك يعني ذهبت هذه يعني الأزمة وهذا الذي أصابه، فجاءوا له بفاتورة، جاءوا له بفاتورة، وهو غني، هو غني، جاءوا له بفاتورة فيها 600 ريال سعودي، 600 ريال سعودي، هو غني، ما هذا يعني شيء قليل عنده، لكن بكى، تعجب يعني الطبيب والمناوب، قال له تبكي؟ هذه يعني فقط 600 ريال سعودي. قال أنا لا أبكي على أنها 600 ريال سعودي، أنا أبكي على يعني تقصيري في حق الله عز وجل، أبكي على النعمة التي كنت فيها طوال 70 سنة. قال وأنا أتنفس مجانا 70 سنة، قال وأنا أتنفس مجانا، قال والآن 24 ساعة فقط، يوم وليلة 600 ريال سعودي. نعمة عظيمة، نعمة النفس، أنك تتنفس، غيرك ما يستطيع أن يتنفس إلا بآلات وغير ذلك من النعم. فإذا أردت أن تعرف قدر النعم التي أنت فيها اذهب إلى المستشفى، اذهب إلى المستشفيات سترى قدر النعم التي أنت فيها، ذاك رجله مقطوعة، وذاك عينه مفقوءة، ذاك لا يبصر، وذاك لا يسمع، وذاك لا يستطيع أن يتذوق، وذاك لا يستطيع أن يتنفس، وذاك يتألم من بطنه، ستعرف قدر النعم التي أنت فيها. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيه شيئا مذكورا، أي موجودا بل معدوما، وإنما وجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، قال أي هو وحده مألوهي لا غيره، أي الذي يعني أعبده وأصرف له العبادة، وأصرف له العبادة. قال لا غيره، كما أنه سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه. وهذا مدلول كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا يجوز صرف نوع من أنواع العبادة، من دعاء، من ذبح، من نذر، من خوف، من رجاء، من توكل، من رغبة، من رهبة، من خشية، من خشوع، وغير ذلك من أنواع العبادة التي سيأتي معنا ذكر بعض أنواع العبادة، ذكر بعض أنواع هذه العبادات. لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، لا يجوز صرفها لا لملك مقرب، ملك من الملائكة مقرب أي قريب إلى الله، ولا لنبي مرسل، فمن باب أولى من هو دونهم من البشر ومن المخلوقين، ولو كان يعني ولي من أولياء الله في الظاهر، أما أنه كان يعبد الله وأنه من أولياء الله عز وجل لا نستطيع أن نحكم، لكن أنه ولي في الظاهر
أنه صاحب عبادة وأنه موحد وأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الولي. ليس الولي هو من يعني طار في الهواء أو أتى يعني شيء يدعي أنها كرامات، فهذه ليست بكرامات، فهذه ليست بكرامات إذا كان الذي يعملها لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استعانة بالجن، هو يستعين بالجن. هذه ليست بكرامات الذي يأتي بخوارق العادات، وليس متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس موحد لله عز وجل، بل يشرك مع الله عز وجل غيره، ويأتي ببدع ومخالفات وأهواء ومنكرات. هذا ليس الذي يعمله كرامات. وإن طار في الهواء، وإن مشى على الماء، وإن مشى على الماء، كما قال الإمام الشافعي أو غيره رحمهم الله ورضي الله عنهم، قال: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا يعني بمعنى كلامهم فلا تغتر به ولا تصدقه، وإنما اعرض عمله على الكتاب والسنة. اعرض ذلك العمل الذي يعمله من العبادات ويعني من المعاملات على الكتاب والسنة، فإن كان موافق للكتاب والسنة متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كرامات يعطيها الله عز وجل لمن شاء من عباده. ولكن ليس معنى أنه إذا أعطاه الله عز وجل كرامة أننا نعظمه، أننا ندعي له شيء من خصائص الله عز وجل ونصرف له شيء من خصائص الله. لا، هذا لا يجوز. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأعظم الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسلم عليه الحجر والشجرة تشق طريقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه، والذي كان يخرج الماء من بين أصابعه والبركة في الطعام عندما يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الطعام وغير ذلك مما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامات والمعجزات، وأعظمها القرآن. ومع ذلك كان ينهى أن يعبد وأن يعظم فوق منزلته وأن يرفع فوق منزلته. قال: لا تقولوا، قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكيف يأتي أناس جهال ضلال، الصحيح أن يقال ضلال، فيريدون أن يتمسح الناس بهم أو بأسيادهم وأن يذهبوا إلى قبورهم وأن يتبركوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأنت تأتي وتزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقط مجرد دعوة كاذبة باطلة مردودة على أصحابها. كل سيدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النصارى واليهود سيقولون نحن نحب محمد. إذا كانوا يريدوا أن يلبسوا على الناس يقولون نحن نحب محمد. هذا من باب التلبيس، هذا من باب التلبيس. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، إذا كنت صحيح تحب النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع هديه. نهاك عن اتخاذ القبور مساجد وأنت تتخذ القبور مساجد، أين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نهاك عن أن تصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وأنت تصرف بعض أنواع العبادات لغير الله عز وجل، أين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نهاك عن الابتداع في الدين وأنت تأتي ببدع ومخالفات ومنكرات، أين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حبك مجرد كلام، مجرد بكاء. حب النبي عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، هذا هو حبك؟ هذا لا يعترف به وهذا لا يصدق، هذا يرد. حب النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته وفي اتباع هديه وفي اتباع طريقته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والله عز وجل يحبك إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبك إذا اتبعته. أما إذا ابتدعت فأنت لست من أمة محمد التي ترد الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه في يوم القيامة يقف على الحوض، قال: فبينما هم أناس يأتون
فإذا عرفتهم وأنهم من أمتي قال فيختلج دوني أي يؤخذ دونه إلى النار، فأقول هؤلاء أصحابي فيقال إنهم لا تدري إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فأقول سحقا لمن غير وبدل، سحقا لمن غير وبدل. نعم، فهناك بمعنى هذا الحديث أن هناك أناس يغيرون ويبدلون، وهؤلاء اليوم هم الدعاة الضلال الذين هم دعاة على أبواب جهنم كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يسار الخط وعن يمينه خطوطا، فقال هذا طريق الله المستقيم، وهذه طرق على كل طريق شيطان يدعو إلى النار. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى جهنم، فمن أجابهم قذفوه فيها. إذا أردت أن تسير على الصراط المستقيم والطريق الموصل إلى الله عز وجل فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبع قول فلان ولا علان، لا، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يغرك بكاؤه أو خشوعه أو تذلله أو تضرعه، لا يغرك هذا. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لو جاء رجل وجبهته السجدة حق السجود مثل قدم الجمل أي كبيرة هكذا، ولحيته تصل إلى التراب، فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. لا يغرك المظهر، إنما لا بد أن تختبر الباطن، أن تختبر أعماله على الكتاب والسنة. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والدليل على أن الله عز وجل أنعم، هو الذي ينعم على العالمين، وأن الله عز وجل هو خالقهم وهو ربهم، وأنه المستحق للعبادة. قال الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والاسم الشريف علم على ربنا أي الله، الحمد لله. قال والاسم الشريف علم على ربنا تبارك وتعالى لا يسمى به سواه، أي لا يسمى أحد الله إلا الله ربنا. هذا اسم خاص بالله عز وجل، اسم خاص بالله عز وجل. قال والرب المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى، أي لا يطلق الرب لا يطلق مطلقا الرب، وإنما يقال رب البيت أي مالك البيت، رب هذه السيارة أي مالك هذه السيارة، ربك أي الخادم، ربك أي سيدك، ما قال يوسف وقال إن ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك أي سيدك، يضاف لا بأس أن يضاف، لكن مطلق الرب هكذا تقال لفلان هذا هو الرب، لا يجوز. الرب هو الله عز وجل فقط، لكن يقال هذا رب البيت أي رب هذا المنزل ومالك هذا المنزل. قال ولا يطلق إلا على الله تعالى، ورب مضاف والعالمين مضاف إليه، والمراد جميع المخلوقات، العالمين أي جميع المخلوقات. قال وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة، نعم بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكن الصحيح أنها ليست من الفاتحة، وإنما آية أتي بها للفصل بين السور. قال في أول سورة الفاتحة، أول سورة في القرآن الفاتحة، فأول آية البسملة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ليست من الفاتحة. ثم هذه الآية التي بعدها بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. قال وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة في أول سورة، وآخر دعوة أهل الجنة، أي هذه الحمد لله رب العالمين آخر دعوة أهل الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال وفيها تفرده بجميع الخلق، تفرد الله وربوبيتهم وملكهم وتصرفه فيهم بما يشاء، وهو معبودهم أي إلههم، ليس لهم معبود سواه، فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، فهو المالك المتصرف، المعبود وحده
دون كل ما سواه. قال وكل من سوى الله عالم. قال وجمعه عوالم وعالمون. فالوجود قسمان، رب ومربوب، فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية، والمربوب هو العالم. المربوب هو العالم. قال وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق. وهو كل من سوى الله من جميع الخلائق. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا أنا نصير. قال وأنا واحد من ذلك العالم. قال وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده هو معبودها وحده. المتعبدة المربوبة قال وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده هو معبودها وحده، أي هي متعبدة لله عز وجل، أن تكون معبودة لله عز وجل، أن تعبد الله وحده لا شريك له. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.